السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شبابنا وطلابنا الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم مستر احمد العزب. ولو انت اول مره بتشوفني النهارده، احنا بننزل لك منهج الثانويه العامه بالكامل على اليوتيوب. والنهارده ميعادنا مع فيديو جديد من فيديوهات مراجعه ثالثه ثانوي من كتاب الزتونه. عندنا طبعا نزلنا يونت 1 يونت 2 يونت 3، نزلنا كل يونت 2 فيديوز، جزء للكلمات جزء للجرامر. النهارده يا ابطال معادي مع الفيديو الرقم 2 في الوحده الثالثه، الفيديو خاص بالكلمات بالجرامر. تمام، اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديوهات القديمه، ومبسوط جدا بردود افعال الناس وكومنتاتكم الايجابيه. تمام، وطلبتوا مننا نكمل، واحنا باذن الله بطمنكم مكملين السلسله باذن الله كامله، مش هنسيب لكم حاجه ان شاء الله. مع بعض ورقتك وقلمك، انا هعمل النهارده معاك في الفيديو، هنشتغل الفيديو بشكل جديد وبشكل مختلف. هشرح لك الفيديو في الاول، وبعد كده نبدا نقعد نحل عليه. هديك كويك لوك، نظره سريعه عليه، هخليك تفهم كل محتويات الوحده اللي هي خاصه بالديدكشن، قاعده الاستنتاج. مش عايز اضيع وقت اكتر من كده، ويلا بينا نشوف الكتاب الزتونه جايب لنا ايه النهارده. هنفرم كل جزئيه. جهز الهاند فري بتاعتك واقعد اسمعني، ويلا بينا. صلي على النبي. يلا. القاعده بتاعتنا النهارده قاعده الايه؟ الاستنتاجات. الاستنتاج عندي عشان احله له خطوتين. الخطوه الاولى، بتبص على الجمله بتاعتك، انا بستنتج ان فلان ده غني. يا ترى انت متاكد ان هو غني ولا انت مش متاكد؟ فالاستنتاج بتاعي بتبص، لو انا متاكد 100% بجيب ماست. بس في نقطه، انا عندي الاستنتاج له 3 كلمات. اولا هكتبها لك هنا كده قبل ما نبدا نحل، انا ببص على الجمله بتاعتي، لو انا متاكد 100% بجيب كلمه ماست. لو انا بتكلم ان انا بتاكد مثبت ان الحاجه دي حصلت او الراجل ده غني. طب لو انا متاكد 100% برضو ان الجمله منفيه، بجيب كلمه كان نوت. طب لو انا يا مستر احمد انا اي ام نوت شور، اي ام نوت سيرتن، انا مش متاكد من الحاله دي، انا بجيب حاجه من الثلاثه، لا اما كلمه مي، لا اما كلمه مايت، لا اما كلمه كود. الثلاثه دول يا جماعه في عيله واحده كده، ولاد خاله مع بعض. انما كلمه ماست انا متاكد 100% بالاثبات، كانت متاكد 100% بالنفي. ادي الشق الاولاني، ببص على جملتي انا متاكد من الحاجه دي ولا لا. رقم 2، بتبص على الجمله بتاعتك، يا ترى انت بتستنتج في المضارع ان الحاجه دي في الوقت الحالي، ولا بستنتج الحاجه دي حصلت وخلصت. يبقى معنى الكلام الاستنتاج بتاعي له شكلين: استنتاج في المضارع بجيب بعد منه لو هو جاي لي في المضارع، بجيب بعد منه الفعل في المصدر. لو استنتاج في زمن الماضي بجيب الصيغه التامه اللي هي هاف والتصريف الثالث. وبكده انت تبقى جاهز انك تقدر تمسك اي جمله وتحل بالشكل برضو اللي هنفسره لك في الوقت اللي جاي. يبقى تاني، الاستنتاج بتاعي بعتمد على كام نقطة؟ نقطتين أو خطوتين. الخطوة الأولى، يا ترى أنا متأكد 100% بالإثبات؟ ماست. متأكد 100% بالنفي؟ كانت. الجملة فيها احتمال أي حاجة تعبر عن الاحتمالية، may might could. تمام؟ بعد كده بتبص على الشق الثاني، يا ترى أنا بستنتج في المضارع؟ يبقى مصدر. بستنتج في الماضي؟ هاف وتصريف ثالث. كده احنا شملنا 80% او 90% من الجزء الخاص بالاستنتاجات. عندي شق تاني هناخده ان شاء الله في اليونت برضو، انا بعد لك اعاده سريعه على الشرح اللي موجود. عندك نقطه تانية اللي هي قاعده شد، النصيحه. لو انا بديك نصيحه في الوقت الحالي، فانا بقول لك انت يجب ان تذاكر كويس يا عبد، يبقى انا بديك شد ستادي. لو انت جبت درجه وحشه يا محمد، فانا بقول لك انت كان المفروض تذاكر ونزلت فوقك ضرب. يقول لك هنا يو شود هاف ستادد. يبقى شود بتيجي في النصيحه في الاثبات في الوقت الحالي، بعدها المصدر. لو بلومك او برمي عليك اللوم او انت ندمان او ايا كان في الماضي على حاجه حصلت او ما حصلتش، بنجيب شود هاف والتصريف الكام؟ الثالث. يبقى انا عندي صيغه بتيجي مصدر شود او شودنت، وكذلك شود او شودنت معاهم هاف والتصريف الكام يا جماعه؟ هاف والتصريف الثالث. بسم الله ونخش على القاعده بتاعتنا ونشوف ايه الجديد اللي هيجي لي. بسم الله الرحمن الرحيم في الاسئله بتاعتنا. صلوا بينا على النبي. اول جزئيه هنا بيقول لك هنا ايه؟ احمد سبيس هابي، احمد نوت سعيد. he has just won a gold medal، هو لسه فايز بميداليه ذهب. مبدئيا انا بقول لك الواد ده فايز بميداليه ذهب دلوقتي، صح ولا غلط؟ فبقول لك هو سعيد. هو هنا الجمله بتاعتك الاستنتاج بتاعك هنا دلوقتي لسه فايز، يبقى هو بيتكلم على الحالي في المضارع، صح؟ يبقى هو دلوقتي رقم واحد زي المستر اللي انا مخرج، انا متاكد بالاثبات، متاكد بالنفي. احتمال لا اقول لك ده انا متاكد ان هو مبسوط، صح ولا غلط؟ يبقى انت عايز تجيب كلمه ايه؟ ماست. دي تنفع؟ هي في احتمالات؟ اقول لك لا، مفيش احتمالات. ماست تنفع وكانت تنفع استنتاج مؤكد، بس انت متاكد ان هو سعيد، يعني متاكد بالاثبات، فانا بجيب كلمه ماست. لو متاكد بالنفي اجيب كانت، بس انت تيجي كانت لو قلت لك كانت بي ساد، بالتاكيد الواد ده مستحيل يكون حزين، ده هو لسه فايز بميداليه ذهب. خلي بالك من التلاعب بالالفاظ عشان ما يوقعكش. كويشن نمبر 2، نادر not cold he is not wearing a jacket، هو ما هوش لابس جاكيت، يبقى بالتاكيد الواد ده ما هوش ايه يا جماعه؟ ما هوش بردان، صح ولا غلط؟ انا كان عندي اختيارين ممكن ينفعوا.
ممكن اقول لك هنا اول حاجه اللي جابها لي هنا كانت بي، طبعا الاجابه الصح، لان بقول لك كانت هنا بمعنى يا جماعه مستحيل يكون بردان. ليه؟ انا لو انا لابس دلوقتي جاكيت مش لابس جاكيت، فبتقول مستر احمد اكيد ما هوش سقعان طالما ما هوش لابس جاكيت، صح؟ ولو كان موجود عندي كلمه ماست والمصدر كنا ممكن نتكلم ان هي ممكن تبقى صح. قول لي السبب. لانك لو قلت هي ماست بي كولد ده مش لابس جاكيت، احنا مثلا ماشيين جو برد، جميل كده، فتقول الواد محمد ماشي مش لابس جاكيت، ده الواد ده بالتاكيد ايه؟ يشعر بالبرد. يبقى ماست كانت تنفع وكانت تنفع، لذلك هو ما جابلكش الاثنين في الجمله، لان الاثنين كان معنى لغويا وجرامر صح. الجمله الثالثه he not be French but I am not sure. امسك على كلمه I'm not sure، انا مش متاكد، I'm not certain او probably او possibly، اي لفظ يعبر عن احتماليه اذا انت ما انتش متاكد، اذا انت مش ايه؟ مش متاكد. يعني كلمه must روحها، كلمه كانت روحها، كلمه couldn't لو قابلتك برضو روحها. يبقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم كده سلام سلام، دي مش تبعنا اصلا، هنبدا نختار، مش هنلاقي عندنا غير كلمه might لان هي اللي بتعبر عنها يا جماعه عن الاحتمالات. نمبر 4 هو نوت ايجيبشن مصري، هي doesn't speak Arabic، هو ما بيتكلمش لغه عربيه اصلا. اقول لك تعالى لي، يبقى هو مصري؟ بالتاكيد مصري ولا بالتاكيد مش؟ اول ما تلاقي لسانك طلع كلمه مش في الترجمه اعرف انك بتنفي بالتاكيد. يبقى هنا عندك مايت بي احتمال، هو ما فيش احتمالات. ماسنت اقول لك تعالى لي بقى، علشان في ناس وقعت معايا في مجموعه ثانيه بقول لها مستر ما هي ماست نفيها ماسنت، اقول لك انت كلامك صح بس صلوا بنا على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. ماست لو انا بتكلم بقول لك انت لازم في النيسيستي والاوبليجيشن لازم تعمل كذا، يبقى هنا النفي بتاعها ماسنت. لو انا جيت اركن العربيه قدامك قلت له مستر يو ماسنت تركن العربيه هنا، يو ماسنت بارك، ليه؟ انت هنا بتعمل حاجه اسمها فوربيدن، نهي وتحريم. فالقاعده بتاعت اللي احنا خدناها في الالزام والضروره كان عندي حاجتين، ماست نفيها ماسنت، قشطه. طيب انما لو انا بتكلم في الديدكشن في الاستنتاجات، انا بقول لك متاكد بالاثبات يبقى هنا ماست، طب انا متاكد بالنفي يبقى كانت. يبقى في القاعده بتاعتنا يونت 3 النهارده بتكلم على ماست نفيها ايه؟ كان نوت. يبقى هنا ماست انت اصلا مش تبعنا في الاستنتاجات. اتبقى ماست واتبقى كانت، اقول لك انا هنا الجمله بتاعتي هو بالتاكيد مصري ولا بالتاكيد مش؟ فطالما مش يا معلم يبقى هنا هجيب كلمه ايه؟ كانت بي. نمبر 5 no one knows where، خلي بالك من no one و everyone و everybody و someone و somebody والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها كتير جدا. قلت لك من ضمن الحاجات اللغويه بقى في الايه؟ في البتوين لاينز كده، فعلها فعل ايه؟ مفرد وضميرها ضمير جمع، ففعلها فعل مفرد لذلك ضاف لك الاس هنا. الاس بتيجي كفعل مفرد مع الفعل المفرد. ما فيش حد عارف السياح جايين منين، طالما قال لك انا ما اعرفش يعني انا اي ام نوت شور، يعني اي ام نوت سيرتين، انا مش متاكد، انا احتمال بهبد، فالهبد عندك مسموح. فالجمله بتاعتك بتحمل معنى ماست ولا كانت، اقول لك لا ده ماست هنروحها وكانت هنروحها، صح ولا غلط؟ لان انا قلت لك انا ما اعرف، ما حدش فينا كده كلنا الناس اللي قاعده معايا دلوقتي ما يعرفوش الناس دي جايين منين. فانت لما تيجي تقول هو نقط ايطالياني، هو من ايطاليا، يبقى انت بتهبد ولا بتتاكد؟ بتهبد، ما انتش متاكد. فالاجابه الصح هنا هتبقى shouldn't ولا could. اقول لك يا مستر احمد انت قلت لي may او might او could، يبقى الاجابه الصح بتاعتي يا جماعه could be. في مشكله؟ بسم الله. This temple be important, it's visited by hundreds of people every day. المتحف ده او المعبد ده يكون مهم، ده في كثير من الناس بيزوروه كل يوم، مئات الناس بيزوروه. هنا جابها لك في الباسيف اتس فيزيتد، يعني بيتم زيارته بمئات من الناس يوميا، يبقى بالتاكيد ايه يا جماعه؟ مهم، صح ولا غلط؟ يبقى must be can't be had to be shouldn't be، طبعا دول مش تبعنا خالص. اذا الاجابه الصح بتاعتي لا اما must لا اما can't. ترجم الجمله، العربي هيشتغل، العربي هيحل. هتقول لي هنا المعبد ده بالتاكيد must be، بالتاكيد 100% مهم ولا مستحيل يكون مهم؟ بالتاكيد مهم must be. اوكي. نمبر 7 she is based be happy she has just filled her final exam. هي نقط تكون سعيده، لسه ربنا كرمها وخدت اصفار في الامتحان فسقطت، هي لسه ساقطه في الامتحان النهائي، يبقى هي مبسوطه ولا مش مبسوطه؟ بالتاكيد مبسوطه ولا بالتاكيد مش؟ مش يعني ايه؟ او couldn't، قشطه. في مشكله؟ جميل، نخش على البارت اللي بعده، كويشن نمبر 8. الجمله بتاعتي بتقول انا متاكد. اول ما تلاقي بيقول لك انا متاكد اعرف انك هتمسك لمست لا كانت. انا متاكد ايه يا جماعه يا رجاله؟ لمست ليه؟ لا كانت. يبقى انا متاكد ان هي بين تيلينج ذا تروث، كل واحد بيقول نفس الكلام اللي هي بتقوله، يبقى انت كده متاكد، صح؟ طيب متاكد يعني ينفع اجيب فيها احتمالات؟ هي كان تبعنا، كان تبع الايه؟ احتمالات، بس هنا بتستخدم، دي بتستخدم مع الاحتمالات، كان تستخدم مع ايه يا جماعه؟ مع المقدره الابيليتي، وهيجي لنا اسئله عليها دلوقتي. يبقى هي must have been ولا can't have؟ هو الناس كلها بتقول نفس الكلام اللي هي بتقوله، يبقى هي بالتاكيد بتقول حقيقه ولا مش بالتاكيد؟ مثبت ولا منفي؟ يبقى هنجيب هنا ايه؟ must have been.
I don't know اقف، انا مش عارف احتمال، انا مش عارف هبد احتمل زي ما انت عاوز بقى. هو missed the train، هو ربما يكون ايه فاتوا القطر. ينفع نجيب بالتاكيد ماست او كانت؟ ما ينفعش، لان دول استنتاج يا ريس. طب كان ومايت الاثنين عندي هنا ينفعوا، بس انا القصاص عندي كان هنا بتستخدم للايه؟ للاكسبريس الابيليتي، بتعبر عن المقدره. هي دي ابيليتي ولا ديدكشن؟ فديدكشن هنستخدم معاها كلمه ايه؟ might have. الجمله اللي بعدها she has forgotten about the meeting، هي نسيت الاجتماع. we not reminded her about it yesterday، احنا not ذكرناها امبارح بالحاجات دي. اقول لك صلي بينا على النبي. هو بيقول لك هنا ايه؟ احنا ذكرناها بخصوص الاجتماع امبارح. يبقى هنا بيعمل حاجه اسمها يا جماعه كان المفروض نذكرها، صح ولا غلط؟ هو جاب لك هنا ايه؟ we can have ولا we shouldn't have، ما كانش المفروض فكرناها، ولا we must have، هو ده استنتاج؟ انا بستنتج اصلا، ولا we should have؟ اقول لك صلي بينا على النبي. مين عارف الفرق بين should have و shouldn't have؟ اقول لك انا should have معناها انت المفروض كنت عملت حاجه بس انت ما عملتهاش. يعني بقول لك يا محمد you should have studied hard، انت سقطت في الامتحانات، فابوك جه نزل تك تك تك، انت المفروض كنت تذاكر بجد يا كلب يا ابنك، وقعد نزل فوق ضرب. هو انت ذاكرت؟ فكلمه شود هاف ستادد معناها انت كان المفروض تعمل حاجه بس انت يا رجاله ما عملتهاش. طب وشود انت هاف، انت شبطت في دريس معين او في طقم معين وانت بره مع ماما ورحت البيت بعد ما جبتيه لقيتي هو نفس الالوان موجوده عندك، لقيتي ما فيش ماتشنج كويس فندمت انك جبتيه. مامتك قالت لك يو شودنت هاف بوت الفستان ده، انت ما كانش المفروض تشتري بس انت. الله ينور عليكم. خلاص كده يبقى احنا بقول احنا المفروض كنا ذكرناهم بالايه يا جماعه؟ بالاجتماع. هي كان المفروض نعمل يعني شود هاف والتصريف الكام يا حبايبي؟ ثالث. اوكي انا كده شرحتها بالكامل عشان لما تقابلني في اي اسئله جايه دلوقتي نبقى احنا خلاص فهمنا الليله كلها. هي نوت فيلد يعني سقط. شي از ابسولوتلي ديلايت مبسوطه ومبتهجه وفرحانه، وابسولوتلي يعني مطلقا يعني تماما يعني ده فرحانه قوي، يبقى هي سقطت. هو الفرحان بيبقى الساقط بيبقى فرحان؟ لا. يبقى معنى كده ده استنتاج مثبت ولا منفي؟ مش سامع. منفي. يبقى هنا في الحاله دي هي بالتاكيد فشلت ولا هي مستحيل؟ ما تستربعش في الحل واقرا الباقي. نصيحه او لوم او ندم؟ احتمال لا شكرا. من الليله دي كلها يجي لك جمله وممكن ما يجيش، بس احنا بنعمل اللي علينا. بس لما تجي لك جمله محتاجه منك تعمل زي ما انا بعمل. جمله هتاخد منك ربع ثانيه، انت لو حسبتها كده على الوقت وانا بحل الجمله وبفسرها لك كلها مش هتاخد منها ربع دقيقه. فركز تاخد الدرجه وانت مغمض وانت متاكد ان هي صح. I not quarrel with my friend I really regret it، انا ندمان. نعمل سيركل كده على كلمه regret واحنا شغالين، يعني انا ندمان على فعل شيء، وكوارل يعني يتشاجر يتخانق مع زميلي، زعق لي، ضربته ضربني، في خلاف ما بيني وما بين زميلي دلوقتي. فانت بتقول انا نقط معنى الجمله بالعربي انا بستنتج. انا ما بستنتجش، استنتج ده انا لو انا متاكد او مش متاكد من حاجه، انا برمي اللوم على نفسي. ريجريت يعني بتقول انا كان المفروض اتخانق معاه، ما انت اتخانقت، يبقى انت هتنفع تقول انا كان المفروض ولا ما كانش المفروض. يبقى هجيب هنا كلمه ايه؟ shouldn't have، انا كان لا يجب ان افعل هذا الشيء. شكرا. they not had lunch their food is in the fridge، دخلت البيت ماما قالت هم نقط كلوا العشاء او الغداء او الفطار، ده الاكل لسه في الثلاجه. يبقى طالما الاكل في الثلاجه اكلوا ولا ما اكلوش؟ امك متاكده ولا مش متاكده؟ متاكده بالاثبات، يبقى مصر متاكده بالنفس تبقى كانت. مصر انت مين يا ليفا؟ ركز. يبقى هتدي هنا ايه؟ يبقى زي نقط هاد لانش، يبقى مستحيل ان هم يكونوا تناولوا الايه يا جماعه؟ الايه؟ اللانش الغداء. تمام. نبص على question number 14. بسم الله. the thieves الحراميه نقط have escaped through the balcony but we have no evidence. امسك كلمه we have no evidence، ما عندناش دليل يا مستر. بقول لك الحراميه نقط هربوا من الشباك، او الشرطه بتقول ده بالتاكيد هربوا من الشباك، ما فيش دليل عندي. ففي الحاله دي اقول لك should، هو انا بنصحهم. must بالتاكيد have احتمال deduction تسيبها، might احتمال تسيبها، mustn't مش تبعنا. اتعلم زي ما قلت لك، خليك صايع في الحل يا رجاله. يعني انا هشيل هنا واحده وادي شلت الثانيه، اتبقى هنا لتر بي ولتر لتر سي. ابص على الجمله انا متاكد، انا متاكد ان هم نطوا من البلكونه. مين قال لي؟ محدش قال لي. انا بقول لك مفيش دليل، يبقى طالما مفيش دليل بجيب ايه يا جماعه؟ might. يبقى دي كده ايه يا جماعه؟ هنروحها يا رخ. فهمنا ولا فهمناش؟ اوكي. question number 15. I rang you this morning، اتصلت عليك النهارده الصبح but you didn't answer، انت ما ردتش عليا. والله يا باشا انا اسف، انا not have been asleep، انا not كنت نايم. يا ترى الاجابه بتاعتي هتبقى ايه؟ قدره. بتعبر عن القدره هنا يا جماعه I can ولا I cannot ولا انا must ولا ought not؟ اولا ought دي غلط لسبب ان لازم يجي بعدها كلمه ايه يا جماعه؟
to. فاذا الاجابه دي بتاعتي يا جماعه، الاجابه بتاعتي هنا غلط. تمام. وبقى عندي كلمه هنا must، وتبقى عندي كلمه كانت، وكان ما هيش تبعنا. اتبقى عندنا يا جماعه كانت وماست. فالاجابه الصح بتاعتي هتبقى يا شباب ها must have. انا بالتاكيد كنت يا جماعه كنت نايم. الريتم كويس، الدنيا تمام بامان. طيب صلوا على النبي. نرجع نبص على question number 16. السؤال بتاعي it is base have started raining. بدأت تمطر، كل واحد رافع الشمسيه بتاعته وماشي. يبقى انا مستنتج ان بالتاكيد الجو بدأ يمطر. متاكد بستنتج بالتاكيد مثبت ولا بالتاكيد منفي؟ يبقى في الحاله دي بجيب هنا ينفع اقول لك اوت 2؟ اقول لك اوت 2 ما تنفعش ان دي تستخدم للادفايس للنصيحه. ينفع كانت؟ مستحيل. ينفع احتمال؟ ولا انا متاكد ان هي بالتاكيد بيعملوا الحاجه دي؟ لا انا متاكد بالاثبات، يبقى ماست. امير is not here now. امير مش هنا دلوقتي so he not have gone to the museum by himself. هو نقط راح للمتحف بنفسه. يبقى he must بالتاكيد راح، مستحيل يكون راح، يجب استطاعه. اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم كده خلي بالك من نفسك، دي ودي غلط، روح مش تبعنا. اتبقى هنا بالتاكيد راح، بالتاكيد ما راحش. انت بتاكد بالاثبات صح؟ لانه ما هوش هنا. صح ولا غلط؟ يبقى الاجابه الصح بتاعتي يا جماعه قلت لك العربي اللي هيلعب لعبته معاك في القاعده بتاعتنا. انت نقط تتوقف عن اكل الطعام السريع اللي بتيجي من بره. اتس باد فور يور هيلث. الحاجات دي غلط وصعبه على صحتك يا شباب. يبقى انا بديك هنا نصيحه. فالنصيحه بتاعتك هنا اولا روح دي، روح بمعنى كان مضطر. اتبقى عندك شود، واتبقى عندك اوت نوت تو. مبدئيا اوت نوت تو اللي هي اصلا ما تلخبطش نفسك يا رجاله يا بنات، اسمها شودنت. وهنا شود اللي هي اوت تو، يعني الاثنين زي بعض. طيب هو انا بنصحه انه يبطل ولا انصحه انه ما يبطلش؟ انا بقول له هنا تتوقف. يبقى انا بقول لك انت يجب ان تتوقف. يبقى الاجابه الصح بتاعتي يا حبايبي should. نبص على question number 19. The flight from Paris was 4 hours late. الرحله لباريس كانت 4 ساعات متاخره. They're not bad weather in France. يبقى بالتاكيد في الطقس مش كويس في فرنسا. صح ولا غلط؟ يا ترى الاجابه الصح بتاعتي هتبقى there must have been should be ought to. اولا بص صلي على النبي، نصيحه روح. انا مش بتكلم على نصيحه، انا بس استنتج، انا بس استنتج. يبقى هنا كانت هاف بين ولا ماست؟ انا بقول لك الرحله اتاخرت ساعتين، يبقى بالتاكيد الطقس يعني ايه؟ كان سواد. يبقى ده بالتاكيد ايه؟ ها مثبت. يبقى اجيب هنا كلمه ايه يا جماعه؟ must have been. Number 20. It's not easy for the man to walk last week because he had a broken leg. انه كان نقط الراجل ان هو يمشي الاسبوع الماضي لان هي رجله كانت مكسوره. يبقى الراجل ده طالما رجله كانت مكسوره يبقى كان قادر يمشي ولا ما كانش قادر يمشي يا بودة؟ ما كانش قادر يمشي. وبستنتج بالاثبات ولا بالنفي؟ اقول لك ثواني. ينفع اجيب شو الاول؟ مش انا اتفقنا روح حاجات الاول سهل على نفسك الحل. ينفع اجيب هنا اتبقى عندي كانت بي وكانت. اقول لك بس ثواني، انا بتكلم في المضارع ولا في الماضي؟ يبقى دي كانت والمصدر في المضارع تنفع. يبقى عندي الاثنين. بستنتج انه بالتاكيد كان سهل عليه يمشي، ومستحيل انه كان سهل عليه يمشي. الاجابه العربي هيقول ايه؟ مستحيل ان هو كان قادر يمشي. يبقى الاجابه الصح بتاعتي يا حبايبي كان نوت او كود نوت، الاثنين بمعنى مستحيل. الجمله اللي بعدها سمير ترافل تو ورك باي باص. سمير الراجل بتاعي تمام. نور يا سمير، الله يخليهم لك. لا مش هتمنتج الحاجات دي. سمير ترافل تو ورك باي باص. سمير بيسافر راح الشغل بالاتوبيس. علما هو كان بامكانه ان هو يسافر بالقطر كالمعتاد، اهو ابوه هناك جايب له قطر كده بيلف في المزارع بتاعتهم هناك دليفري كده، انت فاهم ازاي؟ وبيخلي عثمان يلف بيه. تمام. عثمان البواب ده. انتوا مفكرين انا بشتغل معايا اسيست ولا إيه؟ انتوا هتهزروا؟ انا الويك اند بقضيه في العزبه بتاعتهم. تمام. فهو سافر باتوبيس. في مصطلح هناخده اسمه كود هاف وتصريف ثالث. كود هاف ايه يا عم الحاج؟ يعني كود هاف وتصريف ثالث. انا رحت النهارده الشغل ماشي يا عم ليه؟ قلت لك والله انا جيت ماشي لما مزاج. انا كنت ممكن اجي بالعربيه بس ما جيتش. كان بامكاني فعل شيء في زمن الماضي. اسهلها عليك، يستطيع يعني كان، يستطيع في الماضي يعني كود. صح. وطبعا بتكلم على صيغه تامه في الماضي كان بامكانها اعمل الحلوه اللي عماله تكتب لي على الحيطه. هو كل يوم اتخضتي ليه؟ يا نهار كويس يا ريت تركزي معايا بتكتبي ايه. طيب تكتبي اسمك تنسيه ولا ايه؟ يبقى هنا دلوقتي لما تيجي تتكلم بتقول هنا كود هاف وتصريف ثالث معناها ايه؟ كان بامكانه فعل شيء في زمن الماضي بس. شكرا. يبقى الاجابه الصح بتاعتها هتبقى يا جماعه اهي. ركز عشان ده هيقابلنا كتير النهارده. طيب all the students answered the question well. كل الطلبه جاوبوا الاسئله بشكل كويس. It not so easy. انه نوع كان سهل. مبدئيا يا مستر احمد انت بتقول كل الطلبه ايه؟ answered جاوبوا. يبقى انت بتتكلم في زمن الايه؟ ينفع اجيب هنا بي مصدر روح. يبقى اتبقى must وماسنت. اقول لك ثواني، هي mustn't تبع القاعده اصلا؟ هي mustn't تبعنا النهارده؟
ماسنت يعني ممنوع. باجي اركن قدام الفيلا عند سمير بيقول لي يا باشا ممنوع، هنرش ميه، هكسرها لك، نهي وتحريم. يبقى ماسنت ما تنفعنيش. اتبقى عندي واحده بس، اختار يلا. شكرا. اللي بعدها اور كار بروك داون اجين، العربيه بتاعتنا اتعطلت تاني. ات نوت ريبيرد بروبيرلي يسترداي. وضت العربيه الميكانيكي كده معفن من اللي عندنا. جيت اطلع الصبح لقيت لك العربيه لسه بروك داون. واحد يقول لي بروك داون يعني اتكسرت، اقول لك لا، بروك داون يعني هتعطل. خلي بالك، اقول لك العربيه بتاعتنا بروك داون اجين، اتعطلت تاني. يبقى معنى الكلام ده لما انت وديتها للميكانيكي هي اتصلحت ولا ما اتصلحتش بشكل كويس؟ يبقى هي اتصلحت امبارح كويس ولا ما اتصلحتش؟ ما اتصلحتش. يبقى هنا في الحاله دي اولا هنا مستحيل تكون اتصلحت، مستحيل تكون اتصلحت. مصر انت مش تبعنا، ماشي، نصيحه. اتبقى حاجه من الاثنين، لا كانت هاف لا كانت هاف وبين وتصريف ثالث. اقول لك تعالى لي يا مستر احمد، هي هنا الجمله بتاعتي ادي عايده على مين يا شباشب؟ على العربيه. وبيقول لك العربيه نوع تصلح، هي العربيه تصلح نفسها؟ لو هي العربيه معلوم يبقى كنا هنجيب هنا كانت هاف عادي. انما يا فندم الجمله هنا مبني للمجهول، يبقى بنجيب في الباسف مع الصيغه التامه بنجيب بين. اذا دي الاجابه الصح، ودي كده هتبقى يا حبايب قلب المستر اجابه خاطئه. نبص على question number 24. السؤال بيقول and hasn't arrived yet، and ما وصلتش حتى الان. هي نقط القطر who knows، بس خلاص هي اللفظ ده. قال لك يا معلم طالما بيقول لك مين اللي يعرف؟ النبي ما اعرف حاجه، ما اعرفش حاجه، يبقى ده ايه؟ اهبد يا معلم، احتمال. صح ولا غلط؟ تمام. يبقى هنا امير ان ما وصلتش، يبقى هي نقط ما حدش يعرف. طالما ما حدش يعرف روح النصيحه. روح دي مالهاش علاقه بينا، ما هيش استنتاج. استنتاج هنا ماست يعني اسف يا استنتاج، بس ما هيش تاكيد. يبقى بقى عندي حاجه واحده، لا استنتاج في الايه؟ ها، بالاحتمال، اللي هو يا جماعه might have missed. ندى forgotten she has good memory. ندى نقط نسيت، ده هي عندها ذاكره الله اكبر. طبعا زي الرجاله زي ما احنا عارفين الحريم ما بينسوش. تقول لك مهما عملت له، تقول لك ما شفتش منك يوم حلو. هم فاكرين كل حاجه، بس لو ما شفتش منك يوم حلو، صح؟ امك بتقعد تقول الكلام ده كل يوم لابوك، ما كوش ما شفتش منك اي حاجه حلوه. فهي بيقول لك عندها ذاكره زي الفل. صح ولا غلط؟ طيب، يبقى ندى نقط نسيت. هي كده ندى نسيت؟ انا بقول لك عندها ذاكره حلوه. يبقى انا بستنتج، صح؟ بستنتج ولا مش بستنتج؟ طيب ينفع اجيب هنا ده كله استنتاج. طب ارجع تاني. might have forgotten might not have forgotten، احتمال تكون نسيت. هو هنا احتمال، هو جاب لك لفظ وعمل الاحتماليه. يبقى دي روح، يبقى دي روح. اتبقى السي ودي. بالتاكيد نسيت. ازاي يا جدع؟ ده بقول لك عندها ذاكره، ها؟ يبقى بالتاكيد غلط. يبقى دي معناها بالتاكيد ما ايه؟ بالتاكيد ايه؟ لو قلت لك اول ما تلاقي مش او تش دي يعني بتنفي، يبقى على طول تجيب ايه؟ cannot. اوه اتس فيري كولد، الجو برد. اي نوت ماي كوت اي فيل تيربل كولد ناو، انا هشعر بالبرد تماما دلوقتي. يبقى انا نقط المعطف بتاعي، انا نقط البلطو بتاعي. يا وسخ. تمام. يبقى اي shouldn't have taken must have taken had to. اولا had to عمال يكررها كتير بس مش تبعنا. had to يعني كان مضطر الفعل شيء في الماضي الزامه ضروره. ought to have taken. اقول لك ثواني، بص يا مستر صلي بينا على النبي كده. انا بقول لك الجو برد، انا خرجت لقيت نفسي سعان، انا المفروض كنت البس، يعني كان المفروض ان افعل شيء بيعبر عن اللوم والندم. ففي الحاله دي بستخدم should have تصريف ثالث. مستر انت قلت لي should بتساوي ايه؟ قلت لك بتساوي ought to. فشود هاف تصريف ثالث، هي ought to have تصريف ثالث. يبقى الاجابه الصح بتاعتي يا حبايبي ought to have taken. الجمله اللي بعدها 27. oh that's my father's mobile phone. ده تليفون بابا، ده هو he left for work، ده بابا مش راح الشغل. يبقى هو نقط to take it، هو نقط ان هو ياخد التليفون معاه. يبقى هو هنا بالتاكيد صلى على النبي، هو قال لك ريمبر يتذكر. هو كده بالتاكيد افتكر ياخده ولا بالتاكيد نسي ياخده؟ بالتاكيد افتكر وبالتاكيد ما افتكر. ما افتكرش. يبقى ايه؟ الله يخليهم لك. صح ولا غلط؟ يبقى هي كانت هاف ريمبرد، مستحيل يكون تذكر انه ياخد التليفون بتاعه معاه. عمك فاروق الباز is a great scientist، عالم مشهور. he not a very good student، هو نوع طالب جيد. اقول لك بص يا مستر، الجمله الاولانيه جاب لي فيها اذا ده استنتاج في المضارع وهو طالب جيد، يبقى هنجيب هنا ماست. يبقى ماست صح. في ماست تاني ماست صح. روح كانت، روح كانت. اقول لك انت غشيم. ليه غشيم؟ صلى على النبي. انا بقول لك دكتور فاروق الباز هو دلوقتي عالم مشهور وراجل شيء معروف وشاطر، صح؟ انا الجمله الثانيه اللي فيها النقط اللي بستنتج على اساسها، انا بقول لك هو نقط يكون طالب جيد. هو بيكون طالب جيد دلوقتي ولا كان؟ يبقى انت اتاكدت ان هو جيد، صح؟ فمصر مش منفيه مثبته، صح؟ رقم اثنين، مضارع ولا ماضي؟ مش ده اللي قلت لك عليه في اول المحاضره؟ مضارع ولا ماضي؟
يبقى مصدر ولا هاف وتصريف ثالث؟ هاف وتصريف ثالث، صح؟ يبقى الاجابه الصح بتاعتي دي هتبقى بالنسبه لنا ايه؟ غلط. فهمنا؟ الدنيا سهله. طيب مفيش حد متاكد، بس خلاص تعالى لي كده عامله زي هو نو، محدش متاكد، يبقى ده هنعمل نظريه ايه يا جماعه؟ الهبد. علي فين؟ but we think he، ولكن نعتقد ان هو نقط gone to see his uncle، هو نقط يكون ذهب يشوف عمه. يبقى مبدئيا يا جماعه طالما needn't have دي مش تبعنا، مستحيل اقول لك لا كانت وماست. بص كانت وماست روحهم ليه؟ اصل هنا في هبد، في احتماليه، يبقى في الحاله دي ما ينفعوش. يبقى الاجابه الصح بتاعتها هتبقى يا حبايب قلب المستر might have gone. surely he not finished his tea already it was really hot. هو بالتاكيد ايه؟ بالتاكيد يعني ماست او ايه يا حبايبي؟ بالتاكيد مثبت، يبقى ماست بالتاكيد مش، يبقى كانت، يبقى هنا في الحاله دي روح. صح في وجهه نظري لغايه ما اخلص بيت الجمله. هو نقط يكون خلص الشاي كان سخن جدا، هو بالتاكيد خلص وما خلصش، يبقى مثبت ولا منفي؟ يبقى ماست ولا كانت؟ شكرا. they are looking under the table and all around they not something. هم قاعدين يبصوا تحت الترابيزه في كل حته كده، يبقى هم نقط فقدوا شيء ما. يبقى هم هنا مستحيل يكونوا فقدوا شيء ما، ولا هنا should be اقول لك ولا must be lost ولا might have lost. هنتلخبط فيها. معظم الناس اللي حلوها في كذا مجموعه كده، في ناس وقعت فيها لانك ما اشتغلتش الجمله بالعربي. معظمكم قام جاي على طول مختار كلمه ايه يا مستر احمد؟ اختار كلمه must، صح ولا غلط؟ غلط. ليه يا مستر احمد؟ لان must be lost ديت معناها بالتاكيد فقدا. هو في حاجه اسمها هم بالتاكيد فقدوا؟ لا، ده انا هنا بتكلم معنى الجمله. اولا ماست بي هنا دي معناها ان الجمله في المضارع وجات لك في الباسف، فماست مصدر جابها لك ماست بي والتصريف الثالث. اذا الاجابه الصح بتاعتي بتكلم على احتماليه ان هم يكونوا فقدوا حاجه وفي زمن الماضي، فانا بجيب مايت هاف تصريف ثالث. انا شايفهم عمالين يلفوا حواليهم كده، ده احتمال يكونوا شافوا حاجه، احتمال يكونوا ضاعوا منهم حاجه. طب لو انا عايز اجيبها بماست كانت هتبقى صح امتى؟ ماست هاف لوست، صح ولا غلط؟ اذا الاجابه الصح بتاعتي تبقى ايه؟ might have lost letter D. الجمله اللي بعدها فريده not to the theater but she stayed at home to revise for the exam. فريده not المسرح ولكن هي قعدت في البيت عشان تراجع للامتحان. طيب لسه شرحها لك لما قلت لك انا كان بامكاني اعمل بس ما عملتش، فطبعا هنا ما ينفعش معاها استنتاج ولا هي نصيحه، هي معناها ان هي كانت ممكن تروح مع زميلها المسرح ولكن فضلت ان هي تقعد تذاكر في البيت. اذا الاجابه الصح بتاعتي could have وتصريف الكام؟ could have وتصريف الثالث. نبص على question number 33. I think I not the air conditioning on. انا اعتقد، طالما اعتقد يبقى هنا في هبد، صح ولا غلط؟ لان ما قالكش انا متاكد، بس بيقول لك انا اعتقد ان انا سبت التكييف شغال. خلي بالك من كلمه اون يعني هو شغال. من فضلك كان يو تشيك، ممكن تفحص الحاجه دي من فضلك. فطبعا هتقول هنا اي ماست هاف، انا بالتاكيد. هو انا في حاجه دلت على التاكيد؟ اقول لك لا، يبقى نروحها. طب هو هنا في انا كان المفروض اسيبه؟ ما هيش نصيحه ولا لوم ولا ندم، انا احتمال ومصر انت مش تبعنا، اختار مش بقى الا دي. خلصت، الدنيا سهله. طيب 34 she must have been very tired. هي بالتاكيد خلي بالك كده، خلي بالك من الجمل دي مهمه جدا بقى. must have been very tired يعني بالتاكيد كانت تعبانه. must هنا اكسبريس بتعبر عن ايه يا مستر احمد؟ must هنا بتعبر على، صلى على النبي واكتب ورايا الاختيارات هنا معناها بليم هنا يعني واحد بيلوم واحد على حاجه. ديدكشن هنا خدناها بمعنى اسم القاعده بتاعتنا الاستنتاجات. ويا ترى هي اوبليجيشن يعني الزام وضروره، ولا هنا نيسيسيتي يعني ضروره والزام برضه يا مستر احمد؟ اقول لك ثواني. هي ماست هنا ما هو بيتكلمش على الالزام والضروره، اذا سي ودي غلط. بقى عندي لتر بي اللي هو الديدكشن، ولتر ايه البليم، هو ما هوش لوم ولا ندم. اذا الاجابه الصح بتاعتها تبقى ابطال لتر بي. الجمله اللي بعدها شبيهه برضو بنفس طريقه السؤال. they must have known about the storm. هم بالتاكيد عرفوا عن العاصفه. تمام. this mean it's not that they knew about the storm. ده معناه ان هم نقط عرفوا عن العاصفه. يبقى ده معناه ان هم يا جماعه بص معايا، انا قلت لك انا must have يعني بالتاكيد الحاجه دي يا جماعه حصلت. يبقى يا ترى ده impossible مستحيل؟ اقول لك مستحيل ده يعني ايه يا مستر؟ يعني كلمه can not او could not، الاثنين دول يدوا نفس المعنى. طب possible يعني ممكن، احتماليه يعني، ولا uncertain يعني عدم التاكد برضو دي ممكن، ولا certain يعني متاكد؟ بص لما مشينا معاها واحده واحده كده بالترجمه برضو العربي هو اللي حل. الجمله اللي بعدها she might be at the library. هي احتمال تكون في المكتبه. بقول لك here يعني هنا في الجمله might express بتعبر عن ايه؟ بالعربي بالفلاحي كده might احتمال، صح؟ تمام. يا ترى هي possibility، certainty تاكد، هي تاكد، permission اذن او تصريح،
الزام وضروره، يبقى دي يا جماعه possibility الاجابه الصح. بصوا على الجمله اللي بعدها he can't have forgotten he can't have forgotten تمام، مستحيل ان يكون نسي الابوينتمنت الميعاد، ده معناه ان اتس نوت. اولا اعمل دايره على دي، معناها مستحيل يكون نسي، وجاء لك ده معناه ان اتس نوت ذات، ده معناه ان هو نوت نسي الميعاد، ان ده probably يعني من المحتمل. طيب impossible يعني مستحيل، possible يعني ممكن، likely يعني محتمل، دول كده بيساووا بعض، ضربوا بعض مشوا بعض بره، يبقى بقى عندي كلمه ايه يا جماعه؟ impossible اللي هو بمعنى ايه يا جماعه؟ مستحيل. he must be the new teacher، هو بالتاكيد must be the new teacher، بالتاكيد هو المدرس الجديد. كلمه must هنا الموديل ده اللي هو الموديل فيربس لما كنا بنقول الافعال الناقصه والافعال المساعده، هنا كلمه must بتعبر او بتظهر ايه يا مستر احمد؟ بص معايا، الاوبليجيشن الزام ضروره، استنتاج قوي، اذن وتصريح، نصيحه. اقول لك هنا انا بقول لك هو بالتاكيد المدرس، انا كده بعمل ايه يا جماعه؟ استنتاج، واستنتاج مثبت ولا استنتاج قوي اللي هي سترونج ديدكشن. بيرميشن قلناها اذن، والكلام ده ترجمناه اوبليجيشن يعني الزام، هي مش الزام ولا هي ضروره. 39 they may have taken a wrong turn on the highway، هم احتمال، خلي بالك من كلمه may، اخدوا الرونج تيرن المسار الغلط على الهاي واي، على الكوبري، ده معناه ان it is not that they took a wrong turn، ده معناه يا مستر احمد بص اللعبه والحل في كلمه may، ده معناه يا مستر احمد ان هم بالتاكيد، مستحيل، ممكن، بالتاكيد هتبقى يا جماعه possible او likely زي ما تجيلي ايا كان. اوكي طيب 40 جمله رقم 40، الجمله هنا بتقول يا جماعه he might have misunderstood the instructions، هو might، طب ماشي هنقعد نلعب مع بعض، تعالى يا حبيبي. he might يعني هو احتمال ان هو يكون ايه يا جماعه؟ misunderstood يعني اساء الفهم، misunderstood يعني ايه؟ اساء الفهم التعليمات. I am not it is true، انا اكون not انه يكون حقيقي، يبقى هنا I am sure I am nearly sure I am certain I am uncertain it's true. الاجابه الصح هنا يا شباب بقول لك هو احتمال يكون اساء فهم التعليمات، انا متاكد not انها تكون حقيقيه، يبقى I am ايه يا جماعه؟ ها I am sure ولا nearly sure ولا certain ولا uncertain؟ ها طبعا انا بقول لك might يعني احتمال، يعني انت متاكد ولا مش متاكد؟ مش متاكد يعني ان ايه؟ uncertain. نبص على المربع اللي بعده you should stop smoking، انت يجب ان تتوقف عن التدخين، ده معناه يا مستر احمد انا بعمل ايه؟ انا بعمل هنا لوم ريجريت ندم اسف، ولا بعمل لوم بليم، ولا بعمل اقتراح، ها ولا بعمل نصيحه؟ شكرا. you should go to the cinema، انت يجب ان تذهب الى السينما، دي بتظهر ايه يا مستر احمد؟ ندم، لوم، اقتراح، استنتاج. انا بقترح عليك بقول لك يا مستر انا زهقان اعمل ايه؟ قلت لك والله انا لو مكانك يا ابني يو شود جو تو، اخرج سيب البيت وسيب اللي فيه، بلا ابوك بلا امك بلا بتاع، روح اخرج روح السينما مغار جو وتعالى. ده اسمه يا جماعه سجيشن، اقتراح. نمبر 3 I could stop smoking، انا could stop، could يعني اقدر، يعني مقدره صح؟ طيب this sentence shows ندم، لوم، نصيحه، امكانيه ability، وطبعا كود الباست من ايه يا جماعه؟ من كان، فبالتالي جاب لك اسمها باست ابيليتي. باست ابيليتي يعني ايه يا جماعه؟ مقدره فين؟ في زمن الماضي. 44 I should have stopped smoking، انا بموت، انا كنت المفروض ابطل تدخين، معنى كده ان انا بعمل ايه؟ بلوم نفسي صح ولا غلط؟ او بندم، يبقى مفترض هنا ريجريت ولا بليم هنقف عندهم، يا ترى هو لوم ولا ريجريت؟ طبعا لو انت بتتكلم عن نفسك انا المفروض كنت عملت، فانت هنا ايه يا جماعه؟ ندمان. انما اللوم لما يكون والدك اللي بيلومك انك ما عملتش الحاجه او انك عملت حاجه غلط، فهنا الاجابه الصح طبقا لترجمتك، برضو العربي هو اللي مسيطر اهو، انت ترجمت الجمله ريجريت قالت لك ان انا ايه يا جماعه؟ ها ندمان عامل الشيء. 45 You should have stopped smoking، انت المفروض كنت وقفت التدخين، ده معناه او الجمله دي بتظهر نقط، الجمله دي بتظهر ايه يا مستر احمد؟ ندم وانا ولا لوم؟ طبعا انا بلومك، انت كان المفروض تعمل كذا، وقال لك سجيشن وقال لك ادفايس، هي الادفايس نصيحه لو مضارع، انما طالما جاب لك بعدها هاف وتصريف الثالث، هو هنا لا بليم لا ريجريت، لا بليم لا ريجريت. قشطه؟ فاهم يا سمير؟ اما انت اللي قاعد الراجل بتاعك قاعد بتاعك مع الطلبه انت، بيقول لك يا عمو يا راجل ما تضحك ليه؟ افتكرت حاجه بتكلم مرات افكارك يا سمير؟ يا نهار ازرق زي بعض مش نافعين في حاجه. You could do this task with your friend if you wish، انت تقدر تعمل المهمه دي مع زميلك لو انت عاوز، غش جماعي تمام؟ ده بيعبر عن ability، لوم، اقتراح، رفض. ده ايه؟
You could do this task. انت تقدر تعمل البتاع دي مع زميلك لو انت عاوز، المهمه دي مع زميلك لو انت عاوز. دي هتبقى بقترح عليك اقتراح ولا بتعبر عن المقدره؟ انت تقدر تعمل، يبقى دي ايه يا جماعه؟ ability، مقدره لفعل شيء في زمن الايه؟ المضارع. واحد يقول لي يا مستر احمد طب كلمه كود هنا، كود دي بتستخدم في الماضي ولا في المضارع؟ اقول لك اولا كود هنا يا جماعه طبعا هي الماضي من كان، ولكن كود هنا ممكن اقول لك هنا كود يو هيلب مي. يعني كود يو هيلب مي بولايت ريكوست، طلب مؤدب، بيستخدم فين يا جماعه؟ في البريزنت، في الايه؟ في المضارع. خلاص. وطبعا هو ما جابلكش قال لك الجمله بتاعتك هنا كود، ما قالكش ابيليتي في الباست ولا في البريزنت. اوكي طيب. I could have traveled. اولا نرجع تاني الجمله اللي فوق. You could have او you could do this task with your friend if you wish. This show الجمله الاكثر دقه فيها هنا لان جاب لك الكلمتين هنا ability وسجيشن. هي هنا هيبقى في فرق ما بينها وبين دي. هي الجمله هنا فعلا ما هيش ability، ما هيش مقدره، انا بقترح عليك اقتراح. المدرسين جمله عليهم. انا عايز اجيب بقى المثالين اللي موجودين عندي في الكتاب الخاصين بالنماذج الاسترشاديه علشان طبعا نقفل بيهم ان شاء الله الاسئله المهمه اللي عندي دي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وسمي الله وصلى على رسول الله كده، وبص معايا على الجمله بتاعتي هنحلها ازاي. اول حاجه هنا the lights are on. the lights are on. الانوار اين؟ and his car is outside. وعربيته بره. this means ده معناه. ركز على الجمله قوي وافهم الجمله بالعربي الاول. النظام الجديد ده السؤال اللي جاي لك بدرجتين محتاج منك تركيز قوي، حرام نقطه زي كده تضيع مني. معنى كده ان هي must be ان هو بالتاكيد في البيت، ولا هي might احتمال يكون غادر؟ اولا قلت لك هو فين؟ الانوار ايه؟ عربيته فين؟ يعني هو هنا قاعد فين؟ قاعد في البيت. انا لازم احلل الجمله بالراحه كده قبل ما ابدا ايه؟ اختار. الجمله الاولى لك هو بالتاكيد في البيت، احتمال يكون مشي. هو احتمال يكون مشي اصلا يا جماعه؟ طيب. هي كانت بي ات هوم. هي كانت بي مستحيل يكون في البيت. ازاي؟ ده عربيته ايه؟ هي ماست ليف. هو ماست ليف. اولا حتى دي ترجمتها غلط وجرامر غلط، لانك لو عايز تقول هو بالتاكيد غادر يعني هجيب لي ماست مش بعدها مصدر، هجيب لي بعدها هاف تصريف ثالث، يبقى دي كلمه غلط. يبقى الجمله معاها ايه يا جماعه؟ هو بالتاكيد لسه فين؟ في البيت. هي ماست بي في البيت. 73. The restaurant is always full. المطعم دايما مليان. الطعام might be delicious. الطعام احتمال يكون لذيذ. اقول لك اللفظ ده بقى جمل من الجمل المهمه قوي اللي بتوقعني وجاي لك في النظام الجديد ده. بتقول لك هنا ايه؟ في حاجه غلط في الجمله، طلع لي الغلط وقول لي الصح بتاعه ايه. يا ترى الغلط كلمه might تبقى must دايما، always تبقى usually، might be تبقى might have، ولا is تبقى was؟ هحلها زي مستر احمد. اولا الشاطر يحلها قبل ما ينزل الاختيارات لو انت عيل دحيح قوي وفاهم اللي احنا قلناه. انا بقول لك المطعم ده يكون دايما مليان، يبقى معنى كده ان المطعم ده احتمال يكون لذيذ ولا بالتاكيد؟ طبيعي يعني احنا كلنا كشعب بنجري ورا الحاجه اللي عليها بروباجندا كتيره وحواليها ناس وزحمه، صح ولا غلط؟ حتى لو فضيحه بتجري عليها في ناس كتير بتتكلم عليها. هي احنا كشعب بنحب الغم. طيب هنا كلمه ماست مايت هتبقى ماست تنفع؟ طبعا هي الاجابه الصح. انهي جمله بتظهر strong certainty؟ strong يعني قوي، certainty يعني تاكد، يعني تاكد قوي. قبل ما انزل واختار انا هختار واحده من الاثنين، لا اما كانت ماست لا اما، الله ينور عليكم يا شباب، ماست لا اما كانت. طيب نبص على الجمله. هي ماست بي ذا مانجر. هو بالتاكيد المدير. هو احتمال يكون لا روح يا باشا. احتمال روح يا باشا. ماي روح يا باشا اهو. بقى ايه؟ ماست. شكرا. الجمله اللي بعدها he might have forgotten to call you this morning. الجمله بتقول he might have forgotten to call you. might have forgotten يعني هو احتمال يكون نسي ان هو يتصل عليك النهارده. what does this sentence mean؟ ماذا تعني هذه الجمله؟ معناها ان هو ديفينيتلي بالتاكيد اتصل عليك. هو بالتاكيد يا جماعه بالتاكيد غلط. هو يكون سعيد ان هو اتصل عليك. تمام. هو احتمال نسي يتصل بيك. هو مستحيل. اولا كانت كول يعني كانت ومصدر، انا بتكلم عن احداث في الماضي، يبقى دي غلط. اذا الاجابه الصح ايه؟ خدنا الدرجتين وطلعنا جرينا. 76. The lights الانوار are off مطفيه. So they must have been asleep now. بالتاكيد يكونوا نايمين دلوقتي. انهي جمله correct the mistake in the sentence؟ جاب لك غلط في الجمله بقول لك طلعه لي غلط. ايه الغلط هنا يا مستر احمد؟ يا ترى هي كلمه ناو هتبقى tomorrow؟ يا ترى ناو tomorrow off out light light must have been must be. اقول لك على الجمله بتاعتي. الانوار قايده. يلا نحلل الجمله لوحدها من غير الاختيارات. الانوار هنا قايده واتكلم في المضارع. هم ماست هاف بين اسليب. هم انا عايز اقول هم بالتاكيد ايه؟ يكونوا نايمين. انا بتكلم يكون ده مضارع ولا ماضي يا جماعه؟ يبقى انا بستنتج في المضارع، يبقى ينفع نجيب ماست هاف والتصريف الثالث؟
ولا ماست والمصدر؟ يبقى دي الغلط والصح بتاعها اهو. شكرا ليا. سهله ولا صعبه؟ فرقه ما شاء الله عليكم. طيب انهي جمله shows deduction about the past؟ انهي جمله؟ بص بقى توضح ايه؟ ها، الاستنتاج عن الماضي يا برا. ها، استنتاج في الماضي. يبقى هنا ماست هاف وتصريف التالت استنتاج في الماضي ولا لا؟ طيب ويل فور ده استنتاج؟ طب ده استنتاج؟ استنتاج في المضارع تنفع؟ شكرا. يبقى الاجابه اختار ذا كوريكت فورم. يو didn't تشيك ذا دوكيومنت. انت ما فصح ما فحصتش. ما فحصتش الدوكيومنت اند ناو ذير از ميستيك، ودلوقتي بقى في غلط. يعني انت طبيعي بس قبل ما تبص على الاختيارات، يا ترى انت فكرت زي ما انا فكرت؟ ممكن يجيب لك هنا ايه؟ انت ما راجعتش واجبك قبل ما تيجي، مليان اخطاء، يبقى معنى كده ممكن اديله نصيحه باللوم، صح؟ انت كان المفروض ايه؟ يبقى مفترض الزقه واحده كده شود ايه؟ شود هاف، صح؟ نبص كده يمكن نلاقي حاجه ثانيه. يو مايت احتمال تكون، لا ما احتمال مين؟ هو انا ما انا شفت وعرفت انك ايه؟ انا غلطان. يو ماست تشيك في المضارع، انا بتكلم في الماضي. يو شود هاف تشيك ذا دوكيمنت، وقام جاي رامي الورقه كده بايده في وشه. صح ولا غلط؟ يبقى دي صح. يو كانت تشيك غلط. شكرا. في مشكله؟ قاعده اتفرمت؟ ها؟ وبكده يا ابطال نكون بفضل الله خلصنا ونهينا وقضينا وفرمنا اليونت كامله. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. مش منتظر منكم غير دعوه حلوه ودعواتكم لينا. سيب لنا رايك لو انت عندك اي استفسار في الكومنتس تحت، وقول لي انت ايه اللي ناقصك في المنهج، ايه اللي انت عايزه مننا زياده ان شاء الله عن السلسله. ومعاكم ان شاء الله خطوه بخطوه، يونت باي يونت، لغايه ما نخش الامتحان. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.